والله واش راح نقول لك، انا مواطن جزائري كيفي كيفك. عندي كوارتي جزائري كيفي كيفك، وراني في مفترق طرق هكذا، وماذا بيك تستقطبني يا خويا. انا نسمع للناس كل، ماذا بيك تستقطبني، انا انسان تايه، راني في مفترق طرق، ما فهمتش الصح. كل واحد واش يحكي، كل واحد يحكي حكايه. كاين ناس يحكي يقول لك هذيك مليحه، الاخر يقول لك مش مليحه. انت واش تقدر استقطبني خويا شوقي، كيف ندير وش هو؟ الى مدى استقطبك؟ ما فهمتش واش نستقطبك. يعني شو مثلا قنعني مثلا بالايديولوجيه تاعك، قنعني بها. انا كل واحد نطلب من عنده هكذا، ومن بعد مخي يخير. اي ايديولوجيه راك تحكي عليها؟ وش هو الايديولوجيه اللي ندعوك ليها انا؟ هذه اللي راك قاعد تصار عليها، وتضيع في صحتك وتضيع في وقتك. شوقي كون ما جيتش هكذا شغل في تيك توك، وشو المهنه اللي تقدر تخدمها باش تاكل خبز؟ علاش انا ناكل خبز من تيك توك؟ هي باينه هذه، راه تهضر مع واحد يعرف يدير الضمه فوق القافه. هي الله باين يبارك. بلي. تسمى دونك انت تعرف المنصه هذه تاع تيك توك كيفاش بيان تخدم سور نعرفها، وكلش؟ شكون اللي ما يعرفهاش؟ الله يبارك. ريبيكا دونك وتعرفها. اللي يحب شكون اللي يعرفها؟ ريبيكا وتعرفها كيف تدخل الصور من الاخر، فما بالك انت ولا انا؟ هدي اللي نهار المتحول هذاك اللي تبعوه بالملايين. المهم معروف، تحبوه اوفا ولا ما تحبوش. انا اسمع، انا نعرف يعني بوعلام يعني صنصال، انا ما يعني نعرفش لا، يعني المتحولين. ابسط مستوى، يعني ابسط دقيقة، مستوى تعليمي. دقيقة نقول لك برك. مادامك تعرف المنصات هذه كيفاش تمشي، اللي يحب يربح الدراهم في تيك توك واش لازم يدير؟ انا ما نربحش في الصور، يريح بزاف انا يدير قلت لي لي انت، لايك. قلت لي انا نسترزق، انا شوقي بن زهره، انت قلت لي بلي انا نسترزق من المنصه هذه تيك توك. بصح الناس اللي يسترزقوا من المنصه هذه واش يديروا؟ يطلبوا التيك توك، يطلبوا الدعم، يطلبوا الناس تتفرج بزاف، ويطلبوا البارطاج. لا يديروا حاجه سا سابيل، يضلوا يبعثوا لي عليهم هذوك يلعبوا واش يلعبوا. درك الى انا بالجوالات. مثلا، دونك انا لو كان نحب دركا نفتح هذيك الخرطي هذاك تاع واحد من واحد من، صدقني باللي في سهره قادر ندخل بالك 500 يورو ولا 1000 يورو في الدقيقه. علاش ما نديرهاش مادام نسترزق انا من تيك توك؟ معليش شوقي خويا، استقطبني خويا، مي حاب نفهم واش صاري، مانيش فاهم والله، ماني فاهم. انزل ديكاج قدره. باسكو لو كان تجي انسان محترم قال راك هضرت هضره، حطيتك في الموقف تاع انك قذاره وتكذب وتخرط، قال صح سامحني غلطت، ماكش تسترزق من تيك توك. استقطبني انت. واش نستقطبك انت اكثر حاجه نقدر نديرها معك هو اني نعاود لك التربيه، مثل ما راني نعاود لك التربيه كيما درك. كي دير ادعاء على الاقل تو لابوي، باسكو يتسمعوا الهضره. او يسترزق. كيفاش نسترزق في الدقيقه دركا هك. نفتح في الدقيقه نقول لهم على بالي كاين هنا، نقول بعد في الدقيقه. قذاره استرزق من تيك توك. على الأقل كي تواجهوا واجهوا بشرف، قال هاي حاجة فيك. أنا عندي أكبر داعم عبد اللطيف الحموشي، ما ندير حتى حاجة يجيو الدراهم. شوف، حبيت نسقسيك برك، لو سيجي دو ديسكسيون اليوم سي ادراج الجزائر على قائمه الارهاب اللي داروها جديده. شكون أدرج الجزائر على قائمة الإرهاب؟ راك درت بوبليكاسيون باللي ادراج الجزائر زعما في وكاله رويترز، خرج باللي ادراج الجزائر على قائمه المموله للارهاب. ان الجزائر من الدول المموله للارهاب واللي دير بلونشيمون دارجون. في القائمة الرمادية هذه عندها مدة حكينا عليها، بالك عندها شهر درك. وي برك انا نو، باسكو انا الفيديو تاعك هذاك بوتاتر اللي راك درتو صافي لونطون، درك انا طلع لي وشفت الكلينيوتي راك داير لايف. الوغ جي بونسي باللي هذا هو السوجي تاع الحلقه تاعك اليوم. با كونتخ اون بو اون بارلي سي تو فو. واش حاب تقول لنا على الموضوع؟ تفضل.
نو يعني بريفمون، انا نهضر لك بريفمون، معليش الا ماهوش موضوع الحلقه مانيش حاب زعما ماشي ندي سي لك با من كراف، وقتك اون ونضيع بو لك وقت. بارلي رابيدمون مادام طلعت معنا. تفضل على شوف السريع بارك الله، ماشي شوف انا مشكل. نعرفك قبل بنفسي، انا ما نحبش النظام، فهمتني؟ وحنا من حراك اللي رانا دايرينه في كندا هنا في مونريال شاك سامدي ديفون لومباساد ولو كونسولا دالجيري ايسي ا مونريال، سي دوبوي لو 2019 ما رونديناش ان شاء الله، على جال خاوتنا اللي في البلاد اللي راهم معتقلين، وعلى جال شعبنا باش يعيش حياة كريمة وحياة عادلة وحياة مستقرة، يعني الشعب الجزائري يخرج من الميزيرية والطغيان اللي راهو عايش فيه، فهمتني أخي الكريم شوقي؟ ولكن الشيء اللي حبيت برك نقول لك عليه، يعني هذه المنظمات كي تدرج أي دولة لقائمة رمادية ولا لقائمة سوداء، فذلك لمصالح، اختلاف المصالح وتصادم المصالح. ممكن السنغال ذاك الوقت انت هدرت قلت نحاو اسمها من القائمه الرماديه لتمويل بلونشيمون دارجون، زادوا الجزائر، زادوا لبنان. شوف انا بور موا يعني في نظري انا وعلى حساب واش رانا نشوف وندو الدرس من واش راه صاير في خاوتنا في فلسطين والحرب في، ما كانش الناس تمول قد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الناتو. جي دو ميم لو تيليفون، نو والله لا لا الصوت أنا نشوف فيك حتى أنت تلاقي ليسونسيال. شوف باش ما نطولش عليك، أنا قلت لك في البداية كي عرفت لك بنفسي قلت لك نحن من المعارضين تاع النظام الديكتاتوري هذا اللي في الجزائر. يا خويا تكون معارض موالي فهمني في النظريه تاع تما انت حاب الناس ما تحطش النظام في القوائم تاع مثلا تاع تمويل الارهاب، تاع الاموال، تاع قمع الحريات، ما يحطوش في القوائم. فهمني؟ هو كي يعود عندك نظام ديكتاتوري ماهوش جاي من صلب الشعب، يعني القوى الإمبريالية رايحة تستفزه وترغمه وتدير له استفزازات لمصالح. أنا قلت لك أفصل لي النظام، أفصلوا لي على الشعب. أنا ما فهمتش درك النظام الجزائري يرتكب هذا الإجرام ولا ما يرتكبش في الإجرام هذا؟ يرتكب الإجرام قلت لك من منذ الاستقلال. وش مقلقك أنه يتحط في قوائم وهي حقيقة؟ جاب لي ربي مازال ما فهمتنيش. أنا قلت لك النظام الجزائري ما يهمنيش فيه شيء لأنه نظام غير شرعي، يتحطوا كأسماء، قالوا واش يتحط تبون، يتحط شنقريحة كأسماء وحدهم يتحاسبوا الله يسهل عليهم. أنت مقلقك أنه الجزائر هي اللي محطوطة؟ مقلقني أن اسم الجزائر اللي وسخوا النظام الديكتاتوري اللي حطوه. فوالا مال علاش راك تقول باللي درك الولايات المتحده الامريكيه وما على باليش انت كندا راهي مستضفاتك، راهي مخرجتك من الزباله اللي كنت عايش فيها، راهي فاتحت لك المجال انك تخرج في مظاهرات باش تقول انه كندا تمول وجي زعما تعطي دروس لكندا. يبركاكم بلا التمسخير تاعكم وبلا نعطي دروس لكندا، جي با كومبري انا جيت. شوف عيش كل الخبيزه تاعك في كندا وبركاكم بلا النفاق هذا، واهضر عن النظام الجزائري. اذا كنت في كندا اهضر عن النظام برك. واش راح سمعتني في الديبي واش قلت لك؟ واش راح دير مظاهره ضد كندا؟ واش انت اللي جاي من زباله كبيره، واش هو هي المظاهره اللي ديرها ضد كندا؟ يرحم باباك. نو اسكو الديبي دو كونفرساسيون تاعي كي قلت لك حنايا شاك سامدي ما تبقاش تعاود لي نعطيك ميداليه، راني نقول لك علاش راك تظاهر ضد كندا وماكش تظاهر ضد النظام الجزائري وفقط. علاش تروح تظاهر ضد كندا؟ سي بور سا انت راني نعاود لك ونتاكد لك باللي قلت لك حنا شاك سامدي هنا في مونريال في الكونسولا. سمعناها راك عاودتها 2000 خطره. علاش راك تظاهر ضد كندا؟ ما سقسيتكش على النظام أنا الجزائري. اي نظام، شوف اي نظام اوقف الميكروفون، راك عندك مشكل. نظام يساهم في اجرام الظاهر ضده. راك عندك مشكل، ما على باليش علاش راك تقفل في الميكروفون ولا واش راك دير. شكرا لك. معارض ضد النظام الجزائري قال لك انا نتظاهر ضد كندا. غادر كندا. فهمتيني؟ البلدان هادو يفتحوا لكم، يخرجوكم من المزابل اللي راكم عايشين فيها. بعد واحد يجي هنا لفرنسا نهار قال لك نتظاهروا ضد اسبانيا ولا ضد فرنسا. واحد درك يروح لكندا يقول لك il signale سي سا باسكو يقفل الميكروفون alors qu'il est en train de parler. سي بيزار، غريبه القضيه هذه.
كيكون بلا الخرطي تاعكم الظاهر ضد النظام الجزائري المتعفن. وشوف في كندا كيفاش تخدم المصالح تاع الجزائريين ولاد الشعب. قال لك الظاهر ضد كندا باسكو كندا تمول والسلطه الكنديه تحمي فيه. ما شاء الله البلدان هادو يا خويا. يعني لو كان جيت منهم من بعدك في اول رحله عند النظام الجزائري باش تروح تشوف تمويل. تمسخير هذا البلدان تحلك انا باليش كيفاش نحبس الاشكال هذا تاع اللايف اليوم. جو سي با والله جو سي با. ديروا الكيت يا جماعه ديروا الكيت. الصوت مشكل في الصوت. مساء الخير. راكم تسمعوا فيا انا ولا ما كومش تسمعوا؟ لا تسمعوا. 5 على شكون قاعد يقول لي في الصوت؟ انصار النظام الكذب وسوء الخلق. جود. عبد الرزاق هذا ما عندوش الصوت ولا انا اللي مانيش نسمع فيه؟ ما عندوش الصوت. السينيال اوكي راني نهبطو. هبط جماعة. ضربوا على الشاشة اليوم. يوم الحالة راهي ما تعجبش. راه مجيني غير دي كونت هادوك اللي ما عندهم تصويرة ما عندهم والو. دونك سي كي ان سوسي. they start making you على بالك شكون اللي قلقني اللي قال له they made you nervous؟ على بالك شكون يقلقني اكثر؟ هادو يقول لك راه معارض للنظام الجزائري وراهو في كندا ويتظاهر ضد كندا. يرحم باباك. ومن بعد يخرج يقول لك يتظاهروا ضد الحكومات والحكومه الفلانيه تدعم اسرائيل وما على باليش. انا ديما فهمتيش كيفاش بلاد فتحت لك المجال مخرجتك من الزباله اللي عايش فيها. لو كان تهبط الجزائر حياتك راك تنتحر تروح تتظاهر ضد البلد هذاك. شي متناقضين. اسمع اليوم صافا با. خاصنا نزيدو نشوفو طرش. هذا اسمو ابو علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك اخ شوقي؟ والله لاباس يا اخي والله ما كنتش ننتظر باللي نطلع عندك. معليش مرحبا. نعلق لك على واحد الفيديو كنت نشوف فيها الفيديو تاعك. كنت تعلق على تصريح البرلمانية في البرلمان الأوروبي. ايه مش كانت تصريح برلمانية فقط تمثل البلاد تاعها ولا بليدو تمثل حزب في بلاد تاعها. هذا لا يعني أن كل البرلمان الأوروبي متوافق معها وراح يدعم القضية تاعها اللي ما نظنش أي دولة أوروبية تقدر تعمل لها شيء. ولا غالب. البرلمان الأوروبي بشكل يونانيمس يعني بشكل بالإجماع أدان الاعتقال تاع بوعلام صونصال من طرف النظام الجزائري. وقال باللي النظام الجزائري ونظام وقمعي وممارسات ويطافوايو كما قالت ماريون ماريشال وغيرها. على كل حال كانت عدة مداخلات. لا شوقي هذا تصريح برلمانية ماشي تصريح برلمان أوروبي بإجماع ولا بالأغلبية. لا راه معدة. أنا تمثل حزب. أنا اخترت واحدة اللي هي اللي هي ماريون ماريشال. لكن معدة برلمانيين دخلوا قالوا نفس الكلام. معليش حنا سمعنا غير واحدة وأكيد هذا التصريح تاعها أكيد هي تمثل الحزب تاعها اللي تاع البلاد تاعها
واكيد عندها خلفيه ايديولوجيه ولا معليش. هل انت قاعد تستمع ليا؟ راني عاودتها لك عده مرات، قلت لك راهم سمعتك. عده برلمانيين، ماشي وحده برك، راهم عده برلمانيين. معليش انا نظن باللي هذا الشيء ما راحش كلام ما راحش يخرج من قبه البرلمان الاوروبي، لان هذا الشيء شيء داخلي للدوله الجزائريه اللي عندها سياده تاعها. ونذكرك فقط انه كذلك كان نفس الشيء، الناس كثير راهنت على هذوك السيناتورات تاع الولايات المتحده الامريكيه باش يطبقوا قانون كيسكا، هذاك القانون تاع معاقبه الدول التي لها مشتريات فوق العاده من السلاح الروسي. وما تمش هذيك العقابه، تم الغاؤها وما تمش. شكون طالب؟ شكون هو السيناتور اللي طالب؟ انت شخصيا كنت تتعلق عليها امال كثيره هذه العقوبات على الجزائر، وما كان اي عقوبه. انا تكلمت عليها في 2022 صح؟ هاكا ولا 2023 معليش كانت 2022. شكون هو السيناتور وقتها اللي دار المطالب هذيك؟ شكون طالب بالامر هذاك؟ لا فيها كثير، هي مجموعه من تاع لي سيناتور. شكون بداها؟ شكون اول؟ يطالبوا فيها الوزير الخارجيه الامريكي باش يفرض هذا، يطبق قانون هذا اللي على الدوله اللي تشتري. شكون اول برلماني؟ من هو اول برلماني يتكلم عن الموضوع؟ لا اعلم معليش انت دخلتي درك نقول لك. لا انت راك شغل راك يعني راك تشكر فيا باسكو شغل راك تقول باللي انا عندي استباق للامور، باسكو انت راك قلت باللي انا الموضوع هذا تكلمت عليه في 2000 دقيقه. راك بلا ما تفيق، لانك لست على درايه بالمواضيع هذه. لو كان كنت على درايه راك ما تجيش تعطي لي هديه، لانه انا كي تكلمت. لا ذكرتك فقط لان كنت توعدت باللي راح تكون عقوبه على الجزائر ولا ما يكونش. راني نغلق لك الميكروفون باسكو ما نقدروش نتبادلوا الحوار هكذا. اسمعني واش راح نقول لك، ركز ويت. يعني كنت نسمع فيك انا، درك انت اسمع لي ومن بعد انا نفتح لك المجال. انت راك قلت باللي انا في، تقدر تغلق الميكروفون شكرا. انت راك قلت انا في 2022 قلت الكلام هذا على اساس درك راك تقول لي باللي ما صرا والو. بصح انت لو كان ركزت في واش قلت انا في 2022، انا قلت بانه وقتها راح يكون والو، لانه شكون طالب؟ ماركو روبيو، سيناتور جمهوري. انا قلت انه وقتها الجمهوريين ما همش في الحكم، قلت لما يوصلوا الجمهوريين للحكم. ولما ماركو روبيو اللي انا في 2022 قلت باللي راهو نجم صاعد، في وقت كان هذا الحفيظ ودراجي يقول لكم باللي بهلوان، هذا ماركو روبيو. لهذا قاعد نسقسيك شكون اللي طالب بفرض عقوبات. هو ماركو روبيو اللي راح الان يكون كاتب الدوله الامريكيه للخارجيه بدايه من جونفي 2025 مع الاداره تاع دونالد ترامب. دونك انت كي تجي قدام الناس وتقول لهم شوقي بن زهره راه هضر الكلام هذا في 2022، راك تشكر فيا وشكرا لك. تفضل خويا اذا عندك. لا تشكر، انا ما شكرتكش، انا ذكرتك باللي توعدت وعلقت امالك على عقوبات الامريكيه على الجزائر. توعدت، قلت لك تصرى في 2022، قلت لك تصرى لما يوصلوا الجمهوريين. معليش الجمهوريين قبل كانوا كذلك في الحكم. الجمهوريين كذلك كانوا في الحكم وما فعلوا اي شيء ضد الجزائر. بالعكس كي قلت لي معليش فشلت صراحه. انا معليش هذه صافا راح تقولي راسي بها. تسمى جبت له باللي كاين في الكلام تاعو راهو موش فاهم، راهو ما على بالوش شكون ماركو روبيو، راهو ما على بالوش خلاص بالمواضيع، راهو ما على بالوش واش دار درك. باللي شغل راهو يقول للناس اللي يسمعوا شوقي بن زهره هذا راهو خارق للعاده. في 2022 استبق الوصول تاع ماركو روبيو ككاتب دوله للخارجيه، والوصول تاع ترامب والعوده تاع ترامب. اوفا الله يكثر العديان اللي كيفكم يا خويا. بصح معليش هذه راح نطرطقوا لي راسي بيها في السياق هذا تاع كل ما يطلع ويقول لك
حان وقت المراجعه ويتكلم مع البرلمانيين ويقول لهم ضروري، لانه لابد تمر القضيه على البرلمان، ضروري اننا نراجعوا هذا اللي يعطي امتياز. دونك شكون اللي راح يخلصها؟ الجزائري هذاك اللي حاب يدير ان ريغروبمون فاميليال مثلا، عنده راح تجيبوا وحده هنايا ما يقدرش، ولا وحده راح تتزوج ما تقدرش، ولا واحد راح يطلب التاشيره من عند فرنسا باش يجي يداوي ما تعطيلكش. دونك سي توا كي فا بايي، انت اللي راك راح تخلص، انت درك طبل وحكي السياده. واش من سياده عندك؟ نهار تمرض تحكي لهم تقول لهم السياده داويني السياده، تموت مرمي في المستشفى في المزبله. هذه كانت قادره ممكن تكون عندك فرصه، ولا يكون عندك وليدك، خصوصا هي صعيبه كي واحد يشوف ولده قدامه يموت. نهار تجي تدي وليدك باش يداوي تبون. ما كانش فرنسا، كاينه المانيا. ما كانش المانيا، يشوف بلاد واحده اخرى يروح ليها لو كان يمرض هو وولادو. تبون نهار مرض وين داوي في الجزائر راح لالمانيا. تبون ما عندوش مشكل. ما كانش المانيا، اسبانيا. ما كانش اسبانيا، يشوف دوله واحده اخرى راه يلقى ما عندوش مشكل. شنقريحه كيف راه كاينه سويسرا. ما كانش سويسرا يروح لجمهوريه تشيك. لا تشيكي دركا مي نيم با كون لي زابيل لا ريبوبليك تشيك. هما ما عندهمش مشكل. راك انت اللي تخلص، انت درك راك تطبل باسكو تو كومبرون با، باسكو ما على بالكش التداعيات. درك راك تطبل والسياده وماريون ماريشال ولا الناس اليمين اللي تقولوا له انتم اليمين المتطرف. اليمين المتطرف راهو يستعمل الشيء اللي تعطيه له انت. درك انت تعتقل بوعلام صوصال يقول لك شوف بعدا ماريون ماريشال يلا دي قالت لك رانا عندنا 3500 ديلانكون الجيريان ارواحوا ديوهم. دونك لا ميسا سوغ لا طابل. علاش ماريون ماريشال ما هضرتش؟ كاينين في السجون الفرنسيه، كاينين تونسيين، كاينين مغاربه، ولو انه حنا رانا رقم واحد في السجون هذه باش ما نكذبوش. علاش ما قالتش المغاربه روحوا هزوا تاعكم، ولا التوانسه هزوا تاعكم، ولا الماليين هزوا تاعكم؟ قالت لك الجزائر. علاش الجزائر؟ باسكو الجزائر عطاتها الفرصه بالاعتقال تاع بوعلام صونصال، دونك تقدر تهضر، عندها الشرعيه. ماريون ماريشال نا با بارلي دون اوتر ناسيوناليتي، قالت على الجزائريين. درك اللي هنا اللي في فرنسا اللي يحبوا يسويوا الوضعيه تاعهم الجزائريين، انت اللي راح تخلص القضيه، ماشي المغاربه وماشي التوانسه. انت درك راك تخدم وراك دير في لي فيش دو باي وراك تجري على روحك كش ما تسوي الوضعيه تاعك. دونك النظام اللي يهربك من الزباله الكبيره هذيك وخلصت ما على باليش 90 ولا 100 مليون باش تركب في البوطي، يزيد يفسد لك حياتك لما وصلت لفرنسا. هاو الشيء اللي ما حابينش تفهموه. مركزين انت على ماريون ماريشال ما بون. بيوم من يوم بزاف لي دوموند. راه يبان لي ساعات كي نغيب هكا 3 ايام ولا ما نديرش اللايف يتوحشوني انصار النظام، يبقاو يستناو 3 ايام ولا هذوك كاملين وما يستنى. داير يبعثوا لي ميساج ساعات يقولوا لي واش كدا وكدا وكدا، واش عامل المخزن ما تحلش لايف اليوم؟ يقدروش يعيشوا بلا بيا انصار النظام، باسكو لو كان ما يجيوش يسمعوا هنا ديما يدخلوا حاجه في راسهم يروحوا يسمعوا البونيف. اصاحبي بونيف هذاك كي تسمعوا تحب يقول لك نسمعوا العامل المخزن ولا البونيف والطبيب الفئران. يقول لهم باللي الجزائر زادت فوق الحكم العثماني. تأسيس الدولة الجزائرية وقت الاستعمار العثماني. يا الجزائر يا الجزائر.
ما تنساوناش الكيت، الناس اللي التحقوا بنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شراك شوقي لاباس؟ والله غاية. لا واش تحكي لنا؟ شرب كاس ماء برك، مانيش جاي نحكي لك اولا نشرب كاس ماء تعيش ومن بعد عاود فتح الميكروفون. كان تحب تبين اخلاقك تفضل على السريع وننزلوك. وانا تاني نشرب كاس ماء معك. افتح الميكروفون كي تشرب كاس ماء وتكمل. قلت بسم الله ولا ما قلتش؟ وش بيك القذاره مازلت دير في الصوت؟ اوه بصح انا من وش بيك؟ الاخر وش بيك يا اخي؟ يعني نهضر معاك نورمال، انت اللي عبط. عبط. تربيه بويت الرذيله، تربيه ايمان خليفه. على بالك البلد الوحيد اللي يضلوا يحكيو على القضايا هذه، وهما تخيلوا ملايين صناع، كيفاش يقولوا لهم، صناع الرأي في الجزائر. شكون هما؟ متحولين جنسيا. هذاك اللي قلت لكم يتعدى على الاطفال مدايرين رمز تاعهم، يروحوا يصوروا معاه، يديو لهم بناتهم ولادهم. نورمال. روحوا شوفوا شو البلد الوحيد في العالم اللي صناع الرأي فيه هم متحولين. هذوك اللي تلقاهم 2 مليون 3 مليون، يقولوا له انت لي زوم وانت لي البلد الوحيد في العالم. في البلدان الاخرى مثلا تلقى في مصر على سبيل المثال، نروحوا للديكتاتوريات اللي شويه مثلا معارض قادر يقولوا له انت وفيك، وعلى العموم حنا هذه هي الامور اللي نشتموا بها. بصح في الجزائر سي انكرويابل. صحيح انا نعرف بان القضيه تاع التسعينات، الاعتداءات اللي تعرضوا لها تسمى في على بالكم حنا ما تعرض له الناس، خصوصا اللي تلقاهم زايدين في التسعينات، كارثه. يعني في وقت العشريه السوداء ما حدث من اعتداءات وغير ذلك. صحيح بنت لي الاشكاليه، تروح حنا للملاهي مثلا، الصور اللي تخرج تلقاهم كامل النوع هذا، كامل فرحانين بيهم. انكرويابل البلاد هذه. يعني يضلوا باسكو الانسان اللي عنده عقده من الحوايج هذه واللي يضل يحكي على لي سوجي هذو. ما شفتش بلاد واحده اخرى، شفت الديكتاتوريات، شفت في مصر مي ماشي بالدرجه هذه. شوفوا جماعه، اذا كاين ولاد صغار ولا سي با لابيل لو لايف اصلا، سي 1h30 دو ماتان. جيسبر كو ما كنتش تشوفوا اون فامي، ماشي حاجه مش اخلاقيه، بصح المواضيع هذه راكم تعرفوا. دونك الكيتو ما كان له، كل واحد يتفرج وحده. العراس تاعهم هك درك. انا البلاد هذه جو ريكوني بلو، ما نعرفش انا البلاد هذه. عرس جايبين راكم تشوفوا في النوع وتعداو عليه ولا عليها، ما على باليش دوك كيفاش يصنف روحو. عليه يضلوا يحكيو على المواضيع هذه باسكو في اليوميات تاعهم عايشينها. الرموز في الجزائر هادو هما، حاشا منطقة القبائل. منطقة القبائل جامي تشوف فيها الأمور هذه صراحة، حاشا القبائل.